بص يا صاحبي، تالتة ثانوي ديت مش أهم سنة في حياتك، ومش هي محور الدنيا كلها، ومش محور حياتك كلها. تالتة ثانوي ديت مش أهم سنة، بس أخطر سنة في حياتك. يعني إيه بقى؟ وليه أخطر سنة؟ لأنها أول سنة هتبقى ملزوم بها بحاجة. يعني أنت ملزوم بإن أنت تذاكر المواد ديت وتجتهد وتعمل كل اللي تقدر عليه فيها. واول سنه هتحاول ان انت تلزم نفسك وتغصب على نفسك على الحاجه اللي انت ما بتحبهاش، لان السنه طويله طبعا وزي ما احنا كلنا عارفين. واكيد لو التزمت وحبيت المذاكره في الوقت ده، هتيجي كمان شويه مش تبقى حابب المذاكره ومش تبقى حابب ان انت تعمل حاجه. فانت لازم تلزم نفسك بيها. يعني ايه بقى؟ يعني ما تجيش ان انت تيجي قدام ما تبقاش حابب المذاكره، فتقوم جاي قاعد بقى خالص وتسيب المذاكره خالص. لا، حاول تغصب نفسك عليها. اغصب نفسك على حاجه انت ما بتحبهاش، عشان انت هتيجي بقى بعد كده في الحياه عامه، هتبقى محتاج ان انت تغصب نفسك وتعمل حاجات انت ما بتحبهاش. فانت تتعود على الحاجات ديت، تتعود ان انت تكسب نفسك وتنجح على حياتك. مش تنجح في الامتحانات وخلاص، لا. مش مهم النتيجة ومش مهم الدرجة، المهم انت تعمل كل اللي تقدر عليه. انت المجموع مش بإيدك، المجموع ده حاجة بإيد ربنا. انت عليك السعي وعليك تعمل كل اللي تقدر عليه، وربنا سبحانه وتعالى عليه الباقي. فانت حاول ان انت تذاكر وتعمل اللي تقدر عليه. يا عم حتى لو ما ذاكرتش من اول السنه، حاول تبدا تذاكر دلوقتي وتعمل كل اللي تقدر عليه حاليا، وتذاكر بجد، ذاكر بضمير. ابدا ذاكر من دلوقتي كويس، عشان لما تيجي في اخر السنه بعد المجموع والنتيجه تطلع، ما تبقاش زعلان، تبقى عارف ان انت عملت اللي انت قدرت عليه، تبقى راضي، يبقى انت حاسس بالرضا. اهم حاجه ان انت تبقى راضي عن نفسك، تبقى طالع كده، بس ما تبقاش راضي عن نفسك بان انت مثلا مطنش اصلا لكل حاجه من اول السنه، ولا بتذاكر ولا بتعمل حاجه، وراضي عن نفسك برضه وخلاص. لا، انت حاول اعمل اللي تقدر عليه كله، تبقى راضي عن نفسك بان انت عملت كل اللي تقدر عليه، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي عليه النتيجه. فانت حاول تلزم نفسك بالمذاكره. والسنه ديت يعني ايه؟ السنه ديت لازم تتعود فيها على الضغط، وتتعود على الالتزام، تخلي عندك عاده، اللي هي عاده الضغط والالتزام، ان انت تضغط على نفسك وتلتزم وتغصب على نفسك على الحاجه اللي انت ما بتحبهاش. دي الحاجه اللي لازم تطلع بيها من السنه. وبرضه هتغير نظرتك لحاجات كتير السنه دي برضه. هي مش سنه اللي هي دراسه وخلاص. انا الصراحه اصلا شايفها كدراسه اصلا يعتبر، ما الدراسه فيها والمعلومات اللي فيها مش ملهاش فايده قوي. يعني وليكن احنا كأزهر بنستفاد في شوية حاجات اللي هي المعلومات اللي في المواد الشرعية، وليكن زي الفقه حديث، وتفسير والكلام ده يعني. انما وليكن انا شايفها كمواد تانية بقى غير بعيد عن المواد الشرعية وكده، شايفها ان هي حاجات ما فيهاش فايدة قوي، ومش هتفيدنا. يعني انا ما استفدتش في حاجة بيها في الحياة العملية طبعا، بس هي بتوسع مداركك، وبتغير في دماغك حاجات كده كويسة برضه. بس ده على النظام اللي هو لسه متجدد دلوقتي. انما كان قبل كده انا كنت شايف النظام القديم ده ملوش لازمه ولا في اي فايده خالص، نظام فاشل، كنت شايف ان هو نظام فاشل الصراحه يعني. لان انت كنت يعني ايه فايدتها اما تحفظ شويه معلومات وتخش تلزقهم في قلب الورقه؟ طب انا استفدت ايه دلوقتي لما حفظت شويه معلومات ودخلت لزقتهم في قلب الورقه وبعدها بشويه نسيتهم خالص؟ هو برضه في حاجات فاشله كتير في النظام اللي احنا فيه، بس هو يعني ايه، يعتبر بدأ على طريق يعني التعليم يبقى نظام ناجح شوية في اللي هو في البداية دلوقتي يعني. حتى في النظام البكالوريا اللي لسه بيتعمل جديد ده، والنظام اللي في الثانوية عامة، ونظامنا احنا برضو كأزهر بدأ يتطور شوية في الأسئلة، وأسئلة فيها ذكاء شوية، وإن أنت تلف بيها دماغك شوية وكده يعني. هو ده اللي أنا شايفه الصح. وإن الامتحانات تيجي صعبة، دي مش حاجة وحشة. أنا شايفها إن هي حاجة كويسة، إنها بتعود عقلي إن هو يشتغل، وانت تعود عقلك وانت بقى دلوقتي انت تشتغل على حاجات صعبة وكده يعني، عشان تيجي في الامتحان تبقى فاهم ومركز. ما اصل برضه انت هتيجي دلوقتي وليكن مش هتذاكر، اصعب لحظة مش هي لحظة النتيجة. زي ما انت شايف كده، تكون انت مفكر ان اصعب لحظة هي لحظة النتيجة. لا، دي مش اصعب لحظة. اصعب لحظة يا صاحبي ان يوم الامتحان، هتبقى قاعد في قلب الامتحان كده، وليكن انت ما ذاكرتش حاجة، قاعد في قلب الامتحان، ما انتش عارف اي حاجة، زمايلك كلهم حواليك قاعدين بيحلوا وبيكتبوا وكل واحد شغال في الورقة على اخره وحل وخلص الامتحان، وانت قاعد ما انتش عارف حاجة، قاعد ساكت ولا انت عارف حاجة، حتى لو حليت سؤالين ثلاثة. طب ما انت قاعد برضه، يعني انت قاعد شايف الورقة قدامك وليكن، وعارف ان انت مجموعك بيضيع، انت كده خلاص. يعني انت قاعد خلاص، انت مش جايب درجة، المجموع اللي بيضيع قدامك عينك وانت قاعد مش عارف تعمل حاجة. هتقولي وليكن ممكن ما يبقى معتمد على الغش، ما يمكن ما تعرفش تغش، يمكن ما فيش غش قدامك، هتعمل ايه؟ وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان الغش حرام، وكل ما بني على باطل فهو باطل. انت بتبني حياتك على غش، هتيجي بعدين ايه؟ هتبقى حياتك معظمها حرام. اي قرش هتجيبه من اللي انت اتعلمته ده هيبقى حرام.
فانت حاول انت تعمل ما بتعمل بمجهودك، تحل بمجهودك وتعمل كل حاجه بمجهودك. وبرضه انا بقول لك برضه اصعب لحظه هي اللحظه اللي انت قاعد فيها في الامتحان ومش عارف تحل. مش لحظه ان انت بعد ما تجيب النتيجه وتظهر لك الدرجه قدام اهلك وانت جبت مجموع قليل والكلام ده. سيبك من المجموع، المجموع ده حاجه بايد ربنا، المهم انت تعمل اللي عليك وتبقى قاعد في الامتحان بتعرف تحل. ممكن مصحح يغلط في حاجه يعلم لك غلط وينقص في مجموعك. مصحح مثلا وليكن مراقب مثلا وليكن يستقصدك يبدل ورقتك مع حد، الكلام ده. انما انت لازم تعمل اللي عليك وتجتهد عشان تبقى راضي عن نفسك. اهم حاجه تبقى راضي عن نفسك وراضي عن اي مجموع ربنا هيرزقك بيه يعني. ربنا هيرزقك بمجموع تبقى راضي عنه. ولازم السنه دي تخرج منها بحاجه واحده، ان هي تبقى كسبت حرب على نفسك. الحرب على نفسك، انت تعرف تضغط نفسك وتلتزم ويكون عندك عاده الالتزام. دي اهم حاجه في السنه دي كلها. وثانيا اللي احنا بنتعلمه في المدارس دي كله مش اللي هو الحاجه المفيده واللي احنا هنحتاجه في الحياه العمليه قدام. مش كل حاجه في المدرسه طبعا. ده المدارس ديّة تعتبر المدرسة ديّة بداية، فأنت لازم تجتهد عشان تخرج من اللي إحنا من النظام اللي إحنا فيه ده. أنا باقول لك أهوّة هو يعتبر نظام فاشل، فأنت اجتهد واعمل اللي عليك عشان تجيب مجموع وتهرب من النظام اللي إحنا فيه ده. اهرب يالّا اتعلم حاجة تانية برّه في الحياة. أنت دلوقتي بقى كل حاجة دلوقتي مثلًا وليكن ممكن تتعلم حاجة تانية بعيد خالص عن المجال اللي أنت درسته خالص وتشتغل بيه. وكتير ياما اتعلم حاجة في المدرسة واشتغل ودرس حاجة معينة وجه طالع بره اشتغل وبقى يجيب حاجة بفلوس وبقى شغلانته الأساسية حاجة تانية خالص غير اللي هو درسه خالص. فأنت أهم حاجة دلوقتي أنت تذاكر وتخش الامتحان تكون راضي عن نفسك عشان ما تقعش في الوقت اللي أنت تبقى قاعد فيه في الامتحان. دي هتبقى أصعب لحظة عليك، ما أنتش عارف أي حاجة ومش عارف تكتب حاجة. هتبقى أصعب لحظة حرفيًا، وهتشوف بنفسك لو أنت ما ذاكرتش.